فيلم النهاردة غريب حبتين ومختلف شوية وأحداثه غريبة، عايزك تركز فيه شوية وما تحكمش عليه بسرعة. شايف جاهز؟ طب يلا بينا. يبدأ فيلمنا بأمين وهو جايب على حصانه جثة شخص اسمه ريد، وهو بيفصل راسه عن جسمه فجأة وبعدين بيعلق راسه على شجرة والغربان بتبدأ تنتش فيها. طبعا احنا مش فاهمين حاجة ولا عارفين ايه اللي حصل ده. المهم بنشوف بعدها السولو اللي كان في مقابلة مع ديني وبيقول له اخيرا شفتك بعد المدة دي كلها. بيقولوا ان الزعيم كانسا بيفتش على امين في كل حتة عشان يقتله، وبيقولوا ان امين طرده هو وريد من شوية وقتل ريد واخده ومشي وما يعرفش هو راح بفين. في اللحظة دي بيلاقوا راس ريد متعلقة على الشجرة والغربان بتاكل فيها، وكمان بيلاقوا امين نفسه قاعد تحت الشجرة مستنيهم يشرفوا. ولما بيواجهوا بعض امين بيقتل الرجالة كلهم وبيقطع راس ديني، لكن سولو بيتصاب بس امين بيسيبه عايش عشان لما يشد حيله كده يروح يبلغ كانسا ان امين بيحوم حواليهم وهيعلقهم واحد واحد. ومع الاحداث هنفهم مين كل الناس دي وليه كانسا عاوز يقتل امين وليه امين عاوز يقتله هو ورجالته. بنروح بعدها لمجموعه من الاغنياء وكانوا قابضين على شويه ناس من الفقراء عشان يشغلوهم عندهم عبيد، لكن بيجي امين من فوق قمه الجبل وبيقتل كل الاغنياء دول وبيتبقى العبيد وبيقدروا يتحرروا من حبسهم، ومن ضمنهم بنت اسمها انجل وولد اسمه فابيولاس. ففابيولاس بيدي اشاره لامين انه يضرب طلقه على السلسله اللي مربوط بيها، وفعلا امين بيصاب عليها وبتنفك. ففابيولاس بياخد حصان وبيجري يروح لعند امين وبيشكره انه حرره وبيقول له علمني ابقى محترف في التصويب زيك كده، ولو عندك شغل ليا هبقى شاكر ليك جدا. فامين بيقول له عندي يا اسطى، وبعدين بيتوكلوا على الله. في اللحظه دي بتيجي عربيات من قوات الامن اللي مسؤوله عن البلد دي وبيقبضوا على العبيد برضه. تفهمش الدنيا جايه عليهم ليه كده العبيد دول. بنروح بعدها للقائد غازا وهو معلق كام شخص على المشنقه وبيقولوا انه بيقدم ارواح الناس دي للاشرار والملعونين عشان يضمن ان بقيه الناس تعيش في سلام والشياطين ما تنزلش الارض تخربها. منطق غريب الصراحه، ده قتل الابرياء في حد ذاته شر يا ابن الغبيه. المهم بنروح بعدها للزعيم كانسا واللي كان شبه الوحش وكان واقف بيجهز نفسه عشان يخرج من الخيمه بتاعته، وكان في خادم هو اللي بيساعده في التجهيزات دي، لكن حبيبته كيسكوت بتقتل الولد ده وبتسلخ وشه وبتديه لكانسا وبتقول له البسه هيبقى امر عليك يا زعامه. بعدها كانسا بيخرج من الخيمه في شكله الجديد وبيقتل غازي هو وكل الحرس بتوعه، وفجاه رجالته بيوصلوا بالسلامه وكلهم لابسين اقنعه لانهم مشوهين زي كانسا بالظبط، وبداوا يلموا في العبيد ومن ضمنهم انجل عشان يتحفظوا عليهم عشان يسلخوا وشوشهم وياخدوهم ليهم يلبسوها. الناس دي متبهدلين من كل والله صعبانين عليا. بنروح بعدها لامين وفابيولاس بيقول له انا هشتغل ايه معاك، فهو بيقول له هنحارب يا اسطى ونقتل، وبيقول له انه هيدربه على القتال الاول. وفعلا امين بيوقعه جوه كهف تحت الارض، هناك بيلاقي مجموعه من الزومبي ولازم فابيولاس يخلص عليهم كلهم عشان يسبق قوته. فعلا ابننا قدر يخلص عليهم واحد ورا التاني وطلع من الكهف بسلام. بعدها فابيولاس بيسأله مين بقى الناس اللي انت عاوز تعاركهم دول وايه سبب عداوتك ليهم. امين بيحكي له قصته من البدايه، وهنا بقى هنبدا نفهم. بيقول ان امه لا مؤاخذه يعني كانت حامل فيه في الحرام، وكمان كانت حراميه وسرقت مناجم، ولما اتعرف انها بتسرق اخذت بعضها وراحت تستخبى في كهف اسمه سان ديابلو، وهناك كان عايش مجموعه من المشعوذين واكتشفوا وجودها وعلموها اصول الدجل والشعوذه وازاي تستعين بالشيطان عشان تحيي الموتى والكلام ده استغفر الله. وبيقول له بعد ما والدتني امرت تتخلى عني لانه ممنوع وجود اطفال في الكهف ده، ولو ما نفذتش الامر كانوا هيقتلوني. فست الكل بعتتني اعيش في ملجأ، وفعلا عشت في الملجأ لحد ما بقى عندي 10 سنين، وبعدها الاداره خرجوني من الملجأ لانه بالنسبه لهم بقيت شخص كبير وقادر اعتمد على نفسي، وكمان عشان يفضوا مكان لحد تاني محتاجه. مشيت بقى يا اسطى وما بقيتش عارف اروح فين، فقابلتني ست اسمها ميستريس وصعبت عليها فشخ، فاخدتني اعيش معاها في المذبح الخاص بيها وبقيت اساعدها في شغلها. وبيقول له ان كان عندها بنت اسمها سونيو وانهم اتربوا الاتنين سوا وحبوا بعض جدا. وفي يوم رحت انا ومسترس نوزع الشغل. بيقول له بعد فتره هاجم على سونيو 5 رجاله واغتصبوها. ال5 رجاله دول بقى مين؟ ايوه كانسا ورجالته يا باشا. بيقولوا بعد فتره اتضح انها حامل، وساعتها قلت لها تنزل الطفل لكنها رفضت تقتل روح ملهاش اي ذنب، فانا اتقمصت انها بتحتفظ بطفل حملت فيه من شويه مغتصبين، فسبت لهم الدنيا وطفشت. بعد 5 سنين الشهرة رجعنا تاني، ولما رجعت عرفت انها ماتت وهي بتولد ابنها.
وبيقول له ساعتها قررت ان انتقم منهم نفر نفر، وفعلا بيقدر يوصل لهم كلهم وبيحبسهم وهوب بيقتلهم كلهم مره واحده كده. هتقول لي طب ما هو كانسا لسه عايش اهو، هقول لك اصبر بس هتفهم كل حاجه دلوقتي. بنروح بعدها الكنسة ويجي البت انجل وبيقول لها انت جلدك شكله حلو، انا هسيبك لحد اما ابني الديني يرجع من الموت واخد جلدك ليه. وبيقول للناس اللي واقفه انهم كانوا اموات وبعثوا من جديد، عشان كده احنا بنسلخ جلدكم عشان احنا نستخدمه، لان زي ما احنا شايفين انهم رجعوا بشكل مشوه جدا. وهنا بنفهم ان كانسا واللي معاه كلهم كانوا اموات وبعثوا من جديد، وهنعرف دلوقتي ازاي ده حصل. طبعا الحاجات دي ملناش دعوه بيها، حاجات حرام كلها وقرف، بس يعني ايه، ده فيلم مش عايزين ناخد بيه يعني. المهم بيقول لهم احنا كلنا رجعنا، لكن ابني ديني لسه جثه زي ما انتم شايفين، وبيسالهم اذا كانوا يعرفوا مكان كهف سان ديابلو ولا لا، عشان يروحوا هناك للدجالين يرجعوا ابنه للحياه. فالناس طبعا ما يعرفوش المكان، فالمعلم بيقوم عادم شويه منهم رخامه كده. وبنشوف بعدها امين وهو وفابيلاس وكانوا رايحين على بيت ميسترس، فهي بتسال امين مين الواد ده يا امين، فهو بيقول لها انه شاب جدع وهيساعدني في العركه. فبتساله قابلت كانسا، فبيقول لها قابلت حد من رجالته وقتلت ديني ابنه. فبتقول له ما رحتش تقتله هو كمان ليه، ولا انت مستنيه هو اللي يجي لك عشان تقتله في نفس المكان اللي اغتصبوا فيه سونيو. فهو بيسكت، وطبعا السكوت علامة القبول، هو عاوز يقتله هنا. بعدها امين بيقف مع نفسه يفتكر هو صغير وبيقول انا ما اعرفش امي شكلها ايه، لكن دايما كنت بحس انها حواليا في كل مكان وبتراعيني. وبيقول ان سونيو كانت بالنسبه لي كل حاجه، امه، حبيبته، صاحبته، وللاسف يعني بيتحرم منها هي كمان وحالته بتصعب على الكافر. بنرجع تاني لكانسا، وواحد من رجالته بيجي له كاهن الكنيسه، فموسكا بيفتشه وبيلاقي معاه خريطه كهف سان ديابلو. في اللحظه دي سولو بيوصل ومعاه راس ديني وبيقول لكانسا ان امين رجع وقتله. فكانسا بيقول له يا مرحب بالصايع اللي قتلني قبل كده، المره دي انا اللي هدفنه بايدي. المهم كانسا بيوم الرجاله بتاعته يروحوا بيت امين يقتلوه هو واللي معاه ويجيبوا له جثته وهم راجعين. فعلا الرجاله بيوصلوا عند امين والعركه بتبدا، وفابيولاس بيقتل كام واحد كده وامين كذلك، لكن القائد بتاعهم كان جسمه ضخم وقوي جدا ولابس قناع خارج منه شفرات كتير، فبيتعارك مع ميسترس وفابيولاس بيجي ينقذها وبيطحنوا في بعض شويه، لكن القائد بيدب الشفرات بتاعه القناع في بطن الواد وبيرقده في الارض. فبيجي امين وبيطحن القائد شويه والقائد طحنه شويتين وحاجه اخر بهدله، وفي النهايه امين بيذبحه وبيفصل راسه عن جسمه. بعد ما الدنيا بتهدى فابيولاس بيجي لامين وهو بينزف وتعبان جدا وبيقول له احنا كده خلصنا المهمه. امين بيقول له لسه راسك كبيره، احنا كده بنسخن بس. فبيقوم ضرب الواد طلقه وبيقتله، حاجه غريبه جدا. بعدها امين بياخد جثته وبيروح بيه مكان بعيد، وبنشوف ساعتها ان فابيولاس عايش وبيقول له انت قتلتني ليه؟ فامين بيقول له انت كنت بتنزف وكده كده هتموت، فانا ريحتك من الالم ده، وبيسيبه وبيمشي. وامير بيتذكر وقت لما قتل كانسا ورجالته وخرج من المكان، فبيخرج وراه واحد من رجال الكانسا وبيضربه طلقه وبيقتله. فبتجيله امه اللي كان دايما بيشوفها بتراقبه من بعيد، طلعت فعلا حقيقيه وبتطلب من الشيطان اللي بيحيي الموتى في كهف سان ديابلو انه يرجع ابنها للحياه من تاني. فهو بيقول لها ابنك لو رجع للحياه هيرجع معاه كل الناس اللي قتلها، والطريقه الوحيده عشان يموتوا للابد هي انه يفصل راسهم عن جسمهم. هنا عرفنا ليه امين بيقطع راسهم وقت القتال. الشيطان بيكمل كلامه وبيقول لها في مقابل انه يعيش لازم انت تضحي بحياتك عشان تبقى قربان ليه. فست الكل بتوافق تضحي بنفسها، وفعلا امين بيرجع للحياه هو وكانسا ورجالته، ورجع تاني لنقطه البدايه وعاوز ينتقم منهم تاني، وكانسا عاوز ينتقم منه عشان قتله قبل كده، وحاجه اخر لخبطه الصراحه. المهم يعني ان كل اللي انت شايفهم دول كانوا اصلا اموات وبعثوا من جديد يا باشا، والديني كان اول واحد يقتله امين بعد البعث، عشان كده روحه ما رجعتش تاني في جسده القديم اللي مع كانسا، لان امين خلص عليه قبل ما روحه توصل عند ابوه، لان روح كل واحد منهم بعثت في مكان بعيد عن التاني. والسبب ان فابيولاس رجع من موت تاني هو ان امين ما قطعش راسه، لكن لو قطعها ما كانش هيقوم له قومه تاني. المهم بنروح بعدها لكانسا وبياخد جثه ابنه والبت انجل وبيروحوا كهف سان ديابلو، لانه معتقد انهم هيرجعوا له ابنه للحياه من تاني، وواخد انجل عشان يسلخ جلدها عشان ابنه يغطي جسمه مشوه بيه. وبيبداوا يدخلوا الكهف، وكمان بتدخل معاهم كيسكوت وموسكا، وجوه بنشوف امين موجود هو كمان. فكيسكوت بتقول له يا اسطى ليك وحشه، تحب تموت بالمسدس ولا سكينه؟
فأمين بيستهزأ بيها وبيسيبها وبيمشي حتى ما عبرهاش وقتلها. المهم بيخرج أمين وبيقف بره الكهف، فبيجي موسكا ومعاه أنجل، فأمين بيضربه طلقة في دماغه وبيقتله. في نفس اللحظة بيوصل الحاج كنسة وبيثبت أمين بالمسدس وبيقول له شوية كلام ملوش 30 لازمة. فبيجي الواد فابيلاس يقف مع أمين والاتنين في مواجهة كنسة، والاتنين بيفضلوا مبحلقين لبعض شوية، وبعدين كل واحد فيهم بيضرب طلقة على التاني، لكن أمين طلقته هو اللي بتصيب كنسة وبيقع في الأرض. فأمين بيروح يفصل راسه عن جسمه عشان يموت للأبد، وأخيرا بيحقق انتقامه وبيخلص منهم كلهم. لحد هنا بتبتدي أحداث الفيلم ده. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شوفوا الفيديو الجاي، يلا سلام.